حصلت على معلومة من مصادر أو بالأحرى من مصدر أثق به تماما بشأن موضوع في الواقع تم أو جرى أثناء زيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للرباط. ما هو؟ المعلومات التي تلقيتها تفيد التالي: أن بيدرو سانشيز خلال زيارته سلم وثيقة في غاية الأهمية للجانب المغربي. ما هي هذه الوثيقة؟ هي الإحصاء الذي أجرته إسبانيا في عام 1974، أي قبل أن تغادر الصحراء. هذا الإحصاء دائما كان محل تكتم شديد جدا ولا يعرف تفاصيله قطعا، وهو الذي في الواقع هذا الإحصاء الذي يحدد بدقة من كان موجود من سكان المنطقة وتفاصيل بطبيعة الحال. عندما نتكلم عن إحصاء نتكلم عن مسائل متعلقة بالجندر، بالنساء، الرجال، الأطفال، العمر الذين يتم إحصائهم، عملهم، مستواهم الدراسي، كل هذه التفاصيل.